كاس العالم للانديه دي من اقوى البطولات اللي احنا بنلعبها يعني، ومن اقوى البطولات في العالم عشان هي بتضم احسن لعيبه، احسن فرق في العالم يعني. ويعني احنا بنكسب بطوله افريقيا عشان برضو يبقى هدفنا ان احنا نلعب كاس عالم. من اقوى البطولات اللي انت ممكن تلعبها في حياتك، وتنظيم مختلف واجواء مختلفه وفرق قويه جدا. يعني بتبقى منافسة حلوة جدا وأجواء جميلة تحسس اللعيب كده بأجواء جميلة تقدر تلعب فيها وتقدر تأدي وتعمل حاجة كويسة يعني. واحنا الحمد لله الجيل ده رحنا 3 مرات كأس عالم الحمد لله، وحققنا برونزيتين. إن شاء الله نقدر نحقق حاجة مختلفة السنة دي إن شاء الله، ذهب إن شاء الله بإذن الله. طبعا دي حاجة كبيرة قوي إن أنت يعني الحمد لله النادي الاهلي من انت رقم واحد في افريقيا بالنسبه للناس كلها، ان رقم واحد في افريقيا طبعا. فطبعا ان انت تمثل القاره بحالها دي وسط القارات التانيه، لازم تبين ان انت فعلا قد المكان اللي انت رايحه ده وقد المنافسه دي. والله احنا بنبقى رايحين وعينينا على الذهب ان شاء الله، ان احنا ناخد البطوله يعني دايما في اي بطوله يعني. طبعا لسه ما نعرفش الاجواء تبقى عامله ازاي هناك والماتشات، بس احنا يعني هدفنا ان احنا ناخد البطوله ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا ومن اكتر النوادي في العالم، واخد بطولات يعني بينافس، وحاجه عظيمه يعني. طبعا الواحد يشارك في حاجه زي دي ويتكتب اسمه في التاريخ ان هو يشارك في كاس عالم الانديه مع النادي الاهلي، فدي حاجه كبيره قوي واعتقد كل اللعيبه مقدره ده كويس قوي يعني. يعني هو هناك في حاجه مختلفه السنه دي هم عاملينها، ان هم بيجيبوا لعيبه كبار ولاعيبه كويسين جدا واسامي كبيره جدا. فاحنا برضو يعني هدفنا ان احنا برضو يعني النادي الاهلي ده بطل افريقيا واحنا الحمد لله تفوقنا على فرق كتير في قارات مختلفه يعني. فده الطبيعي بتاعنا ان شاء الله، ان احنا نعمل حاجه كبيره ونعمل حاجه مختلفه ان شاء الله السنه دي. كاس العالم دايما بيبقى الاجواء بتاعته جميله وبتخلي اللعيب فعلا يلعب وهو مبسوط. الاجواء كلها حواليك حلوه، التنظيم جميل، كل حاجه حواليك بتهيئ للعيب الكوره ان هو يطلع احسن حاجه عنده يعني. ف دي اكتر حاجه الواحد بيحبها، ان هو يشارك طبعا في كاس العالم للانديه. دي اهم بطوله طبعا في النادي الاهلي يعني.